النهارده هعمل معاكم كشري مصري. تمام. هنا كان معايا ميه بتغلي وكده، وحطيت فيها المكرونه كلها اللي عندي، مكرونه سباجيتي ومكرونه من اللي هي الصغيره العقله. تمام. وسبتها تغلي وكده، وبعدين جيت حطيت العدس، حطيت عليه معلقه ملح وسبته يغلي ويستوي. وهنا حطيت الطماطم وحطيت معاها زيت. تمام. و... يعني حطيتها في البيت في الحله، وحطيت عليها بقى، حيقتها بالملح، حطيت 3 معالق ملح وفلفل اسود. تمام. وسبتهم بقى على النار شويه يغلوا كده، بس مش لازم تتسبك يعني، لان الصلصه بتاعت الكشري مش بتبقى متسبكه، بتبقى صلصة عادية خفيفة، خفيفة خالص يعني، مش متسبكة. ومش بحط لها بصل ولا اي حاجة. في ناس بتحط معاها بدل ما تعمل دقة بره لوحدها، بتحط معاها توم وخل، يعني تطشها بالخل وكده والثوم بس. لا، انا مش بعمل كده عشان ما تبقاش حامية قوي على المعدة وتتعب اللي بياكل. تمام. وبعدين هنا كنت بعمل الدقة. هنا كمون، حطيت 3 معالق كمون ومعلقة ملح وتوم، 3 4 فصوص توم كده، وحطيت عليهم الخل، وبدأت يعني اقلبهم وكده. تمام. وميه معاهم. وهنا كنت بعمل الشطه، زيت الشطه، حطيت شطه حطيت زيت، وحطيت شطه حسب ما انا يعني حسب الكميه اللي عندي، وسبتهم يغلوا على النار شويه، وبعد كده نزلتهم. وهنا كنت بعمل الرز بالشعريه، جبت الشعريه حمرتها. تمام. وفضلت اقلب فيها لحد ما وصلت للون الذهبي ده. وبعدين كنت غاسله رز ونقعاه، كوبايتين رز وشويه، وحطيت عليهم شويه شعريه يعني مش كتير، ما مش بعير الشعريه. تمام. قلبتهم في بعض شويه، وبعد كده حطيت الملح والميه وكده، كان استوى ومفلفل وجميل خالص. كوبايه الرز الجديد، كوبايه الرز عليها نص كوبايه ميه، مش كوبايه ميه زي كوبايه الرز. وهنا كان معايا البصل مقطعه رفيع خالص، حطيت عليه معلقه نشا ومعلقتين دقيق، وقلبتهم في بعض كويس قوي. وهنا كان معايا زيت، حطيت فيه البصل بحيث ان هو يتحمر وكده ويقرمش، يعني ما تحطيش كتير، تحطي حبه صغيرين بحبه صغيرين. وهنا كان بقى اداني اللون الذهبي، وكان مقرمش وكان جميل خالص. هنا بقى بدأت اغرف، حطيت البولة وحطيت فيها المكرونة وعليها الرز. تمام. وبعدين جبت بقى الحمص والعدس وبدأت احطه. تمام. وبعدين جبت كده كبشتين صلصة من اللي انا عاملاها، جبتها وبدأت بقى احطها في الجناب كده حوالين العدس، وحطيت البصل المتحمر. وهنا بقى كان معايا دي شطة الزيت، ودي الدقة اللي انا كنت عملتها، وبألف هنا وشفا على اللي كل. تمام. ده كان شكل الكشري، واتمنى تشوفوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات.